السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم دجاج كينطاكي اللي كيجي رائع ومقرمش ولذيذ بحال ديال المحلات. تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير. دوزوا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. هنايا في المقادير غادي نحتاجوا واحد المعلقة كبيرة، معلقة ونص ديال صلصة الصويا، غادي نضيفوا ليها ثاني واحد المعلقة كبيرة، معلقة ونص ديال الكيتشوب، غادي نضيفو ثاني واحد المعلقة صغيرة ديال المطارد. هنايا كنضيفو غير معلقة صغيرة يعني ماشي كبيرة. غادي نضيفو هنايا شوية الابزار. بالنسبة للعطرية غادي نديرو غير شوية الابزار، شوية الملح وشوية السكينجبير. هنايا غادي نضيف شوية الملح، من بعد غادي نضيف واحد شوية ديال السكينجبير حتى هو كيف كتشوفوا راه غير الرويس ديال المعلقة. وهنايا غادي ندير ثاني معلقة صغيرة ديال شوية العطرية ديال الشاورما ولا هكا العطرية ديال الدجاج. صافي وغادي نحاولوا نخلطوا هاد العطرية مع بعضياتها على هاد الشكل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا يعني كتحركوهم مزيان دوك العناصر حتى كينسجموا مع بعضياتهم. صافي هنايا كناخذوا الدجاج، يعني هنايا بالنسبه للدجاج اللي متوفر عندكم، كناخذوا داك الدجاج اللي عندنا وكنوضعوه في في ديك العطريه وديك داكشي اللي وجدنا. انا هنا يعني نوعت الدجاج، ما درتش غير فخذ، درت هكا صدر، جناواح، الفخوده، يعني غيرت هكا، يعني درت خلطه من الدجاج. يعني نتوما كديروا اللي بغيتو بالنسبه للدجاج، انا اللي متوفر عندكم كديروه. يعني كنحاولوا ندخلوا هاد العطريه مزيان في داك الدجاج. يعني كتوضعوا الدجاج ديالكم وكتبقاو تخلطوا مزيان على هاد الشكل هذا حتى كتدخل لكم ديك العطريه في الدجاج، يعني باش كيجي منسم وكيجي في نفس الوقت لذيذ. غير جربوا هاد الطريقه راه تيجي بها زوين، كيجي زوين بزاف. صافي وكنغطيوه بواحد السلوفان وكنخليوه تقريبا واحد الساعه في الثلاجه. من بعد ما خلينا داك الدجاج ديالنا تقريبا شي ساعه في الثلاجه، هنايا غادي ناخذوا واحد الاناء، غادي نوضعوا فيه هنايا تقريبا 3 المعالق كبار ديال الفورص، وغادي نضيفوا لهم واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا. هانتوما كيف كتشوفوا وكنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هاد الخليط هو اللي كندوزو فيه داك الدجاج قبل ما تنطيبوه. وهنا راه تيكون الدجاج يعني راه بقى تقريبا ساعه في الثلاجه حتى كيشرب ديك الإقامه مزيان. كيف كتشوفوا كيتبدل ليه حتى اللون. كنوضعوه هكا في داك الدقيق اللي درنا مع المايزينا. يعني كتحاولوا توضعوه في داك الدقيق مزيان على هاد الشكل هذا، يعني ما تخليو حتى شي بلاصه ما وصلهاش الدقيق، بحال هاد الشكل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا هنا راه تيشرب داك الدقيق مزيان. صافي هنا غادي ناخذوا واحد الاناء غادي نوضعوا فيه الماء، وكنوضعوا داك الدجاج ديالنا اللي درنا في الطحين غادي نوضعوه ثاني واحد شويه في الماء، وكنعاودوا نرجعوه ثاني لداك الدقيق، يعني باش كتجي فيه ديك القرمشه كتجي زوينه وكيجي ناشف من الزيت. هانتوما كنحيدوه ثاني من الماء وكنرجعوه للدقيق ثاني عاوتاني كنمرمدوه هكا في الدقيق مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وكنكونوا درنا الزيت يسخن، يعني الزيت خاصها تكون سخونه مزيان، يعني كتكون الزيت غليانه، ماشي كتوضعوا فيها هكا الدجاج ديالكم باقي بارد، يعني الزيت خاصو يكون سخون. صافي هانتوما كيف كتشوفوا ها هو عاوتاني راه شربات داك الطحين مزيان. هانتوما صافي عاوتاني كتاخدوا ثاني الدجاج، يعني كديروا نفس الطريقه اللي درنا مع الاول. كنديروا نفس الطريقه، كنمرمدوه مزيان في داك الدقيق ومايزينا، كنوضعوه ثاني في الماء وكنرجعوه هكا للدقيق. صافي حتى هو كتوضعوه ثاني في الماء نفس الطريقه اللي درنا الاخر، كتوضعوا بها هذا حتى هو.
هانتوما كيف كتشوفوا راه صراحة تيجي زوين بزاف، غير جربوه، كنتمنى انكم تجربوا هاد الدجاج هذا، يعني حتى الوليدات هكا راه كيعجبهم. صافي غادي نكمل هذاك وندوزو ثاني باش نقليو الدجاج ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا يعني هنا راه الزيت سخونه، كنوضعوا فيها هكا الدجاج وكنقصوا ليها العافيه، يعني ما كنخليوش العافيه مجهده، حيت الا خلينا العافيه مجهده كيتحرق لينا الدجاج ومن الداخل ديالو كيبقى خضر. هنا ملي كنزيدو في البوطه، يعني ملي كنشوفوا بان ملي كنوضعوا داك الدجاج يعني كنقصوا ليها العافيه، ما كتبقاش العافيه مجهده، باش الدجاج كياخد الحق ديالو في الطياب، ما كيتحرقش وكيجي من الداخل طايب وكيجي في نفس الوقت يعني مقرمش وكيجي زوين. صافي هكا كتبقاو تقلبوا حتى كيبان لكم طاب، حتى كيطيب داك الدجاج كيجي يعني حتى كيتحمر. صافي انا غادي نكمل وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي، وها هو الشكل النهائي ديال الدجاج من بعد ما طيبناه وخلينا حتى تقطر من الزيت. ها نتوما كيف كتشوفوا كيجي مقرمش وكيجي فيه واحد اللون محمر وزوين وكيجي ناشف من الزيت. ها نتوما وحتى من الداخل ديالو فاش كتحلوه صراحة كيجي طايب زوين. كنتمنى انكم تجربوا هاد الدجاج هذا، صراحة كيجي رائع رائع، كيجي بحال ديال المطاعم، ما كيجيش مزيت، وكيف كتشوفوا ما فيه لا كونفليكس لا والو، يعني غير مكونات بسيطة وحتى الطريقة سهلة بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، الى عجبكم خليوا لي في التعليق قولوا لي بانه عجبكم، والى اللقاء مع فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله.